بطارخ. الناس في الفيديو اللي فات سابت الفيديو، سابت السمك والموسى وكل حاجه، وكله سالني سؤال واحد: فين البطروخ؟ مش عرفنا انا فين البطروخ. شوف انت بقى فين البطروخ. اسهل مكرونه في التاريخ، وتجديد بقى عن المكرونه بالصلصه والمكرونه البيضاء والبتاع. النهارده مكرونه بالبطارخ. البطارخ دي بطارخ سمك بوري كويس، بيشيلوها من السمك البوري وبيقعدوا ينشفوها في بروسيس طويله وبيملحوها، وبيشيلوا كل الميه اللي جوه عشان لما تاكل حته رفيعه من دي تلاقيها ايه، ضربت في مخك وفي مخك. اول حاجه في البطارخ بس هنعمل فتحه صغيره هنا كده، وهتلاقوا قشره رفيعه اللي هي دي، هتشيلوا القشره دي كده. انا جيت ابشر البطارخ لقيتها طريه جدا، فهقطعها حتت صغيره جدا جدا. نار هاديه ونص كوبايه زيت زيتون، حط فيه توم، التوم في زيت الزيتون دلوقتي ريحته بدات تطلع، هنقوم حاطين ميه سخنه جواها ملح ومكرونه. التوم خلص خلاص، شويه بقى ايه، شطه مجففه. انتوا متخيلين الريحه اللي طالعه حاليا في المطبخ عامله ازاي؟ توم مع زيت زيتون مع شطه بتتقلي. جعتوا صح؟ جعت انا عارف. كده التوم خلص شويه حلوين، نشيلها بقى من على النار، نقفل النار بتاعتها ونحط تقريبا 70-80 جرام كده من البطارخ اللي احنا عملناها. تعرف ازاي ان المكرونه استوت ولا ما استوتش؟ تجيب مكرونايه تقوم رميها على الحيط، لو ما مسكتش في الحيط يبقى ما استوتش. كده استوت. حط المكرونه بقى هنا مع دي، مكرونه بنت ناس قوي. هوصفها بايه؟ هوصفها بكلمه واحده بس كده والله.